كلنا كده عايزين معانا النهارده صورة مشرفة ومشرقة للمرأة المصرية، صورة مشرقة للإعلاميات. 2 من الإعلاميات مصريات حصلنا على جائزة الإبداع والحماية الفكرية من وزارة الإعلام في الأردن لتميزهم الإعلامي. الحقيقة ده نموذج مشرف جدا ومشرق للمرأة المصرية، ونحب ان احنا نقدمه دايما من خلال برنامج زينة. معانا النهارده ضيوفنا الإعلامية حنان الشبيني والإعلامية غادة فؤاد. برحب بحضراتكم معانا ومبروك، ألف مبروك. والحقيقة أنا عايزة أعرف في البداية قولوا لي إيه الجائزة اللي حصلتوا عليها وكانت فين؟ هي بس في البداية إن الجائزة دي من مركز الإعلاميات العربيات بالأردن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. قام بتكريمنا وتسليمنا الجائزة وزير الإعلام الأردني محمد المومي. دي كانت دورة تدريبية في الأردن، كانت في شهر 9 اللي فات بعنوان الحماية القانونية والإعلامية للإعلاميات العربيات. كان الهدف منها توعية الإعلامية العربية بحقوقها القانونية وحقوق المرأة العربية بشكل عام. كان في ليها جزء تاني في ديسمبر الماضي، كان دورة تدريبية عملتها منظمة الأمم المتحدة مع مركز الإعلاميات العربيات بالأردن. كانت الدورة دي طلبوا منا مشاريع كانت بتعالج 4 محاور: الانتهاكات اللي بتتعرض ليها الإعلامية العربية، ورصد للجرائم الإلكترونية، وأهم المشاكل أو أهم أشكال التمييز للمرأة العربية. فكان في 4 مشروعات قدمناهم. زميلتي غادة قامت بعمل برنامج تلفزيوني عن رصد الانتهاكات ضد الإعلامية العربية، وانا قمت في مجموعه اخرى من مجموعه كانت يعني مثلا احنا اتقسمنا. ما انا عايزه اعرف استاذ غاده، انتوا اتقسمتوا كام مجموعه؟ اتقسمنا 4 مجموعات. كم عددهم؟ كانت كل مجموعه 4 افراد من كل دوله، يعني من مصر والعراق وفلسطين والاردن. كل مجموعه مسكت مشروع معين. كان في العنف ضد المراه، كان في الانتهاكات. احنا خدنا البروجكت بتاعنا عن التحرش ضد الإعلامية، ورصدنا في برنامج تلفزيوني الإعلامية اللي اتعرضت لإيه، حتى مش شرط بعد الثورة، قبل الثورة كانت برضو بتتعرض لحاجات بس ما كانتش واضحة قوي زي بعد الثورة. وحنان كانت برنامج تلفزيوني، وكان في برنامج إذاعي، وكان في انترنت، يعني كان في بروجكت معمول على الانترنت. الحقيقة هو أحلى ما في القصة ان احنا كنا مقفولين قوي على نفسنا، كنا مهتمين بالمرأة في مصر وبس. البروجكت ده خلانا وعينا قوي على المشاكل اللي بتعرض لها المرأة في الوطن العربي. اكتشفنا ان في حاجات مشتركة كتير جدا بيننا وبين في العالم العربي كله. بس يعني الحاجة الجميلة اللي حسينا بيها ان احنا احنا حاسين ان احنا منتقصين في حاجات كتير. احنا حاسين ان احسن مرأة هي المرأة المصرية من خلال المشاريع اللي عملناها. في المرأة من ناحية ايه؟ الحقوق طبعا اللي حصلت عليها المرأة طبعا. وفي قوانين كتير احنا متفقين فيها، بس احنا اكتر بلد القوانين دي مفعلة. يعني في بلاد تانية القوانين موجودة بس للأسف بيعانوا انها مش مفعلة، وان المرأة مهمشة. انت هنا بتقدري تطلعي وتقولي انت عايزة ايه، في بلاد تانية ممنوع اصلا انك تطلعي تقولي. يعني فالحقيقة كانت تجربة هايلة. المشاريع دي ايه بقى؟ حصل مسابقه؟ يعني انا بالنسبه لي انا البرنامج بتاعي اللي هو فيز كان تحته عنوان حكايه امراه عربيه. البرنامج ده احنا مجموعه من الاعلاميات العربيات. هي كانت مسابقه بقى؟ عملت كانت مسابقه. ايوه كان بينا يعني احنا كنا 20 اعلاميه في دوره تدريبيه، اتقسمنا من كل مجموعه فيها مجموعه من الاعلاميات من دول مختلفه. زي ما غاده قالت، في ناس عملوا شغل الكتروني، شغل اذاعي، هي عملت برنامج تلفزيوني. برنامج فاز. انا برنامج فاز اللي حضرتك شفت منه الاجزاء من البرومو، مش اجزاء منه يعني. برنامجنا كان بيتكلم عن حكايه امراه عربيه. احنا اللي قلنا الفكره، انا ومجموعه الاعلاميات، احنا اللي قلنا الفكره ان احنا كل واحده فينا تعمل تحقيق لمشكله تواجهها المراه العربيه في بلدها. فكل واحده فينا، انا كان معايا تمر اليمني من الاردن، مها يوسف من فلسطين، نادر محمد من العراق،
شيرين مازن من الاردن، وانا كنت مصر. كل واحده فينا عملت تحقيق. يعني مثلا تمر اليماني عملت تحقيق عن زواج المراه الاردنيه بغير اردني، ومها محمد عملت مها يوسف اعلاميه فلسطينيه عملت حول المراه المطلقه واللي بتعانيه المراه المطلقه في المجتمع الفلسطيني. نازا محمد عملت عن زواج القاصرات العراقيات. طبعا التحقيقات دي مصوره داخل الحلقه. انا عملت عن المراه الريفيه المصريه. فطبعا كل واحده فينا عملت برومو اللي حضرتك شفتيه، ان كل واحده عملت شكل. يعني مثلا انا لبست فرعوني، هي لبست بيت لحم، العراقيه لبست لبس عراقي. يعني بتنقلي شكل البلد اللي انت مطلعه منها التحقيق. الميزه في كده ان احنا تواصلنا في عمل هذا البرنامج او هذه الحلقه من البرنامج من خلال صفحه على فيسبوك، وهي عملت كل واحده فيهم عملت تحقيق وبعتته لي، وانا ربطته هنا في حلقه تحت عنوان حكايه امراه عربيه. انا عملت عن المراه الريفيه من مصر. تعرضت لاهم المشاكل اللي بتواجهها المراه الريفيه. طيب خليني نعرف برضو من هذا المشروع كان عن ايه؟ التحرش ضد الإعلامية العربية. ما تعرضت لها الإعلاميات العربيات من عنف وتحرش. فأنا هنا في مصر طبعا اتكلمنا عن القوانين، جبنا المواد اللي تطرقت لدوت واتكلمنا عنها، وايه القوانين المفعلة واللي احنا عايزين نعمله، التوصيات اللي احنا عايزينها. وكل واحدة اللي في الأردن عرضت من خلال عملنا كونفرنس كول بيننا وبين الأردن وبيننا وبين فلسطين، واتكلمنا مع الإعلاميات المشاركات معانا كانوا في الحلقة، واتكلموا عن برضو القوانين والانتهاكات، وعملوا زي حاجة دوكيومنتير كده صغننة تسجيلية. وهنا برضو عرضنا الشطات. يعني عملنا حلقة بايلوت كده لما تعرضت له المرأة العربية من تحرش وعنف في الفترة اللي فاتت. يعني هل الدورة التدريبية دي كانت كل واحد طالع بإرادته الشخصية، ولا كان في اختيار، ولا ازاي يعني؟ من خلال الاشتراك في مركز الإعلاميات العربيات. احنا عضوات في مركز احنا عضوات اصلا في مركز الإعلاميات العربيات. من خلال المركز طلعتوا هم الحقيقه اختاروا. يعني احنا يعني كتير قوي الاعضاء كتير، بس هم اختاروا الناس اللي فعاله في بلدها، او الناس اللي ممكن من خلال الدوره دي يفعلوا. ما احنا خدنا الدوره دي عشان المفروض نيجي هنا نفعلها في بلدنا، وكل واحده فيهم في بلدها. فهم خدوا الناس الاكتف قوي اللي يقدروا يعملوا يفعلوا ويظهروا الدور، لانه الدوره الحقيقه كانت مثمره ومصروف عليها. فالمفروض انهم اختاروا 20 من كميه كبيره قوي من الاعلاميات. الاحتكاك باعلاميات مثلا من جنسيات مختلفه، عرب برضه، هل بيزود الخبره؟ طبعا. كمان بصي، يعني بعد الدوره ما كانت بتخلص الغدا، قعدنا على الغدا مع بعض، حفلات سمر بالليل، فعلا جو تاني خالص. انت كفايه مثلا ان احنا من خلال تعاوني معاهم في حلقه زي اللي فاتت دي، ان كل واحد فينا تخلى عن انتماءاته وعن جنسيته. بقينا كلنا قدام قضيه انسانيه قانونيه. يعني مثلا انت دايما كل حاجه بتفرضي توجهك فيها، انتمائك، ايديولوجيتك، انما لا، ده كل واحد فينا بقى قدام حاجه واحده، كلنا بنعمل حاجه واحده. يعني انا فعلا في البرزنتيشن بتاعتي قدام وزير الاعلام قلت له احنا بنقول شعار وطن عربي واحد. انا حسيت ان ده مش شعار، ان دي حقيقه فعلا جسدتها ليا التجربه اللي انا عشتها مع زميلاتي. يعني بجد تجربه مختلفه جدا. تحسي فعلا ان احنا دم واحد. يعني لقيتي في فرق بينك وبين الفلسطينيه ولا العراقيه ولا الاردنيه، لقيتي ان احنا في الاخر واحد، حتى الهم واحد. يعني ده اللي انا طلعت فيه ده فعلا من الحلقه دي. وفعلا ان الفكره دي غير مسبوقه على مستوى الوطن العربي، انك انت تقدري تجمعي هذا الكم من هذه الدول في حلقه واحده، وكل واحده بالطابع بتاعها، وكل واحده بالشكل بتاعها والمجتمع. انت لو بتشوفي الحلقه مثمره اكيد. يعني الناس اللي مقابلاهم مقابله من العراق، مقابله من فلسطين، لكن هتلاقي الفلسطينيه، العراقيه، الاردنيه، المصريه واحد. ومشاكلهم واحده. الغريبه انه حتى يعني ما كنتيش متوقعه كده يا غدا خالص. يعني حتى على المستوى الانساني والعائلي حتى مشاكلنا واحده.
يعني احنا ما بنختلفش عن بعض غير في اللهجه بس، اللهجه والشكل، لكن في الاخر المراه هي المراه بكل ما تعانيه وكل يعني كل المشاكل اللي ممكن نتعرض لها. كل اي مراه في الدول العربيه كلها بتتعرض لنفس المشاكل. فدي كانت حاجه غريبه الحقيقه. طيب ازاي هتيجوا تطبقوا اللي انتوا اتعلمتوه في الدوره هنا؟ المفروض ان الحلقه اللي احنا عملناها سواء انا او حنان، المفروض ان الحلقه دي تتعرض على شاشات التلفزيونات المختلفه المصري والقنوات الفضائيه. ده الحقيقه المفروض طبعا ده المفروض لانه اولا ثقافه عربيه طبعا. يعني مثلا انا من نزولي في الشارع وعملت تحقيق مع الشريف المصري، قاعد يجي يقول لك المرأة مسلوبة الحق، المرأة شريف لا احنا بنقول بقى اتفاقية سيداو ومدى تطبيقها على المرأة، والمرأة دي فيها ما بتطالبش بحقها. تعالي بقى اعمل لقاء مع المرأة دي فين؟ لقيتي ايه؟ هتقول مسلوطة مسلوبة الحق وراضية. يعني في الاخر انا نازلة بسكريبت وناريشن غيرته بعد ما قابلت الناس، غيرت كل اللي انا كاتباه. لان الثقافه يعني هي ثقافه سلبيه وموروثه. يعني قلت لها انت بتنزلي مع جوزك؟ بنزل اساعده. طب هو لو دخل معاكي غسل المواعين؟ لا هو ما ينزلش. طب لو قال لك ما تنزليش الانتخابات؟ لا ما انزلش، اسمع كلامه. بتعلمي البنت ولا الولد؟ لا اعلم الولد ما اعلمش البنت، ما اعلمش البنت في الاخر. يعني دي ثقافه. طب انت حاسه انك مقهوره؟ ليه مقهوره؟ انا زي الفل يعني ده. طب انت المشكله مش في القوانين ولا في لا الموروثات، تغيير الموروثات. المؤسسات الغير حكوميه ممكن تتناول كل النقط اللي احنا حاطين ايدينا عليها دي وتشتغل عليها. يعني في مؤسسات ماسكه المراه، ممكن دي برضو يعني تبقى فلاش كده للناس دي، يا جماعه احنا عندنا مشاكل في الحته الفلانيه، ياخدوا المشاكل دي ويبداوا يشتغلوا عليها. غير حتى ان الحلقات تتعرض، يعني لازم نشتغل عليها. المجتمع المدني لما تتعرض ده وعي يعني. وزي ما هي قالت انه ثقافه، يعني ده ثقافه عربيه كلنا محتاجينها. يعني احنا مثلا المرأة المصرية قالت لهم انا مش متضايقه يعني في الاخر انتوا زعلانين ليه باتفاقية سيداو؟ انا مبسوطه، انا مقهوره ومبسوطه. هي مش حاسه. طب هي يعني مش حاسه انها مقهوره؟ هي مش حاسه، يعني هي بتعمل كل حاجه مش حاسه انها يستلف حقها في التعليم مش مشكله، حقها في اختيار الزوج مش مشكله، لا اسمع كلام ابويا، حقها في الميراث الشرعي. خلي بالك ان في شريف ما بيطبقوش الميراث الشرعي، ان المراه ما بتورث، لان يقول لك المراه ليها اللي يصرف عليها، انما الراجل ياخد الميراث كله. طب العنف ضد المراه مثلا هل تم نقاشه في برضه؟ لان العنف ضد المراه اكيد موجود برضه في الدول العربيه زي ما هو موجود عندنا. لا ده احنا العنف كمان عندهم وقهر بقى. يعني انت عشان ست لا ما تطلعيش في البرنامج دوت، الراجل ياخد دورك في القياده، لا انت ست، الراجل هو اللي ياخد المدى. ده هم عندهم مشكله كمان، مش مثلا تحرش وحاجات بالايدي. مش هقول هم، لان في الاخر هم عندهم واحنا عندنا، يعني بس هم عندهم اكتر. يعني ما تقدريش تحددي النسبه. يعني انت لما انا في مؤتمر اعلامات العربيات قدمت ورقه بحثيه الضغوط التي تتعرض لها الاعلاميه كونها انثى. طبعا كان ساعتها في النظام السابق وكان في رصد لاشكال تهميش للمراه وخاصه الاعلاميه المصريه بشكل خاص. كان في مصر؟ في مصر طبعا، لان انا قدمت ورقه عمل عن مصر ايام مبارك. لا ايام مرسي. قدمت ورقه عمل ضغوط تتعرض لها الاعلاميه العربيه كونها انثى. رصدت الاعلاميه العربيه في تونس وفي دول الربيع العربي، طبعا كان فيها مصر وقتها كان في طبعا اشكال تهميش للمراه من قيادات، يعني والدستور نفسه والدستور وكان في اشكال من اشكال العنف قصيره، يعني ما ينفعش نذكرها بس دي اللي كانت موجوده المؤتمر. بس هي ملاحظه يا بنتي لاحظتيها انه في الدول العربيه، يعني انا لاحظت انك بتقولي ان انت حسيتي من خلال الدوره دي انه المراه المصريه واخده حقوق اكتر شويه من المراه العربيه. عندك في بلد القوانين بتفعل غير بره القوانين معظمها موجوده بس مش مفعله. يعني انت عايزه بس شويه تعديلات على التشريعات في القوانين عندك علشان تبقي يعني فعلا مثاليه. انا شفت ان انا في الحلقه اللي احنا عملناها وفي البروجكت اللي احنا مسكناه، لا طبعا المراه المصريه كانت متميزه طبعا، لان هي كانت رصد الاشكال الانتهاك ضد المراه، يعني رصدت اشكال الانتهاك وما تطبيق الاتفاقيات عليها. انا عملت رصد اشكال التمييز ضد المراه، ففي فرق بين الانتهاك والتمييز. يعني
فده الفارق يعني. فهي بتتكلم عن الانتهاك اللي تعرض ليه المرأة الإعلامية في دول أخرى، إن مصر أحسن طبعا. طيب في النهاية يعني بعد كل يعني أنا بعتبر ده يعني نوع من الدورات دي بتعلم ونوع من الأبحاث تواصل. طلعتوا بإيه بقى من ده في الآخر؟ طلعنا إن لازم كل مرأة سواء إعلامية يعني كل امرأة سواء كانت إعلامية أو غير إعلامية إنها لازم تعرف حقها، يعني تعرف حقها إيه عشان تعرف تدافع عنه. ما يبقاش إن الحق المسلوب هو الحق المكتسب، يعني ما تبقي عارفة ده حقك هتقدري تدافع عنه وتعرفي واجبك في نفس الوقت. ما نقولش مش هنقول مثلا يعني احنا في اشكال من التمييز الايجابي للمرأة. يعني مثلا احنا عندنا في اجازة رعاية طفل، اجازة يعني مثلا لو في مثلا منطقة مشتعلة بتنزلي مراسل، مش هتنزلي مراسلة، وفي مراسلات بتنزل. يعني في اشكال تمييز ما تقدريش تقولي ان ده تمييز سلبي، يعني تمييز مش كويس. بس في اهم حاجة تعرفي ان انت لو عايزة تنزلي وتقولي انا عايزة انزل الميدان، هيقولك لا ما تقعدي انت ما دام انت عايزة انزلي. مش هيجي مثلا مدير المحطة او يقولك لا انت ست ما تنزليش، لا انت خلاص عايزة تنزلي ومش عايزة زميلك ينزل. ده مسؤوليتك، بس عارفة ان ده حقك، يعني ده حقك ان انت تختاري. والمرأة لو عرفت حقها ايا كانت هتقدر تدافع عنه. ابراز دور المرأة وحقوقها باي شكل بقى، اعلام، مؤسسات مجتمع مدني، يعني لازم ده دورنا، ان احنا ما ناخدش اللي احنا خدناه ده وخلاص ونقعد. لازم نظهره ولازم نلقي الضوء عليه ونعرف الناس الباقيين اللي ما يعرفوش اللي ليهم واللي عليهم. الإعلامية حنان الشبيني والإعلامية غادة فؤاد، أنا بشكركم جدا، شرفتوا ونورتوا معانا النهارده. شكرا لينا يعني بنتمنى لكم دايما التوفيق وفعلا صورة مشرقة ومشرفة للمرأة المصرية. بشكركم جدا وأنا نلتقي بعد الفاصل مع أنوار.